السلام عليكم. من الحاجات العجيبه والغريبه في كره القدم وخصوصا في بطوله افريقيا الاخيره اللي شغاله حاليا اللي هي 2024 ان منتخب مصر ومنتخب الكونغو الاثنين اتاهلوا لدور ال 16 والاثنين ما فازوش ولا ماتش. الفرقتين او المنتخبين مصر حض 3 ماتشات او 3 مباريات بتوعها تعادلات، والكونغو نفس الكلام ال3 مباريات تعادلات. مصر اتعادلت في كل ماتش 2-2 جابت 6 جوان وخدت 6 جوان. الكونغو اتعادلت 3 ماتشات، ماتش 1-1 وماتشين 0-0 خدت جون وجابت جول. الفرقتين نسخه من بعض، اللي بيدوه بياخدوه ولا غلبوا ولا اتغلبوا، والاثنين اتاهلوا لدور ال 16. الاعجب من كده ان لو الاثنين اتعادلوا في الماتش الجاي، واحد يقول لا زي ما واحد فيهم يغلب، يقول لك اتعادلوا في الوقت الاصلي الوقت الاضافي ويروحوا لضربات الجزاء، يبقى كده في فرقه من فرقتين صعد من غير ما يهزم خالص، من غير ما يغلب خالص. ودي تكون اول مره في البطوله تحصل، اول مره بطوله افريقيا من يوم ما اتعملت لغايه النهارده ان الموضوع ده يحصل. فرقه توصل لدور الثمانيه من غير ما تنتصر ولا ماتش. انا قصدي تنتصر تحط جوان في وقت المباراه، مش راحت لضربات الجزاء. وبرجع واكرر ان منتخب مصر في البطوله دي حظه نار، ما يغلبش ولا ماتش ويصعد ويقابل في الدور الجاي دور 16 فرقه على قد ضعيفه، مش عاوز اقول على قد والله، لان منتخب مصر منتخب قوي. المشكله في التكتيك المنتخب المصري، مشكله في المدرب او المدير الفني ضيع خالص. المنتخب فيه مجموعه لعيبه جميله جدا حلوه جدا، بس للاسف الشديد ما فيش لهم استغلال. دايما بفتكر ايام حسن شحاته، كان قبل حسن شحاته كان في شويه مدربين كسر كان بيجوا للمنتخب، ما تعرفش مين برضه اللي كان بيجيبه، كان بيبقى طريقه لعب واداء المنتخب سيء جدا. ايام حسن شحاته ما اعتمدش على حد، ما عملش واحد يبقى هو نجم الفريق، ورغم ذلك كان كل الفريق نجوم، دفاع وونجات وخط نص وهجوم، وما كناش بنعرف مين اللي بيعرف يجيب الجول. يعني ابو تريكه كان بيجيب اجوان، محمد زيدان كان بيجيب اجوان، عمرو زكي كان بيجيب اجوان، عماد متعب بيجيب اجوان، حسني عبد الرب كان بيجيب اجوان، احمد حسن بيجيب اجوان. كده بنتكلم على 6 دول اللي انا فاكرهم. انت ما تبقاش عارف مين اللي هيجيب الجول، والفرقه كلها بتأدي بشكل جميل جدا. انا كنت بستمتع، وطبعا كل الناس اكيد كانوا بيستمتعوا بمنظر الفرقه وطريقه لعب الفرقه. الواحد بيتفرج على المنتخب وهو مطمن ومتاكد ان الفرقه هتكسب. لو كان ما كانتش بتكسب 1 ولا 2، كانت بتنفخ بالاربعات، اربعات ثلاثات، ارقام خطيره. دلوقتي في نجوم كتيره جدا في المنتخب، بس للاسف الشديد مدرب سيء جدا. اللي بيجيبوه بياخدوه، يجيبوا جونين ياخدوا جونين، يجيبوا جونين ياخدوا جونين، يجيبوا جونين ياخدوا جونين. حاجه عجيبه وغريبه والله.